إنجاز تاريخي للزمالك، صرف 2 مليون دولار في 3 شهور من غير لعب ولا أهداف، في سبق إداري عالمي بيتدرس في كليات الفشل الإداري. الزمالك قدر يحول موهبة مغربية واعدة لفاتورة دولارات محروقة في 90 يوم بس. اللاعب لا لمس كورة ولا حتى الجمهور لمحه في الملعب من الأساس. اتحاد طنجة المغربي أعلن رجوع عبد الحميد معالي، أهم موهبة مغربية، بعد ما فسخ عقده مع الزمالك في واحدة من أذكى الصفقات في تاريخ الكورة. تبيع اللاعب وبعدين ترجعه وتقبض ثمنه مرتين. القصة وما فيها باختصار: الزمالك مضى مع اللاعب 5 سنين مقابل 1.5 مليون دولار، واتحاد طنجة كان ليه 500,000 دولار لسه ما خدهاش. اللاعب قعد في الزمالك 3 شهور، لاعب 0 مباريات، سجل 0 أهداف، وحقق 100% من مستحقاته على الورق وبس. بعدها فسخ العقد من طرف واحد عشان ما خدش فلوسه. النتيجة النهائية بقى: اتحاد طنجة هيطالب بال500,000 دولار في الفيفا، واللاعب هيطالب ب1.5 مليون دولار قيمة عقده بالكامل. يعني الزمالك هيدفع 2 مليون دولار في 3 شهور، والعائد الفني شوية ذكريات وصور أرشيفية مفقودة. مصادر من جوه النادي أكدت إن الإدارة بتدرس تعميم التجربة، يمضوا مع لعيبة جديدة لمدة أسبوعين بس، وبعدين يفسخوا العقد ويدفعوا الشرط الجزائي توفيراً لمجهود التدريب والسفر والمباريات. وبالشكل ده الزمالك بيثبت تاني إنه مش مجرد نادي كورة، ده مؤسسة خيرية دولارية عابرة لقارات، تدفع الأول وتفكر بعدين وتشتكي في الآخر.